السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. أول جامعة للملوخية أهي، أول حشة حتى بجنطفها وهي صغيرة، لأن أنا علي بحب الملوخية جوي. وطبعا أكتر من إن أنا بحب الملوخية أحب أنجي من أرضي، أحب آكل من أرضي، يعني أجمع كده من أرضي كده وآكل. الواحد سبحان الله بيبقى سعيد جدا وهو بيكتف من أرضه زي كده وياكل. مش قصة إن أنا راح أشتري كيلو ملوخية ب 20 جنيه ولا حاجة ولا 30 جنيه. بس القصه ان انا اخد من وسط ارضي كده من اللي انا زرعه بايدي. طبعا انا النهارده مش جاي على جد ان اعمل ملوخيه، انا لقيتها كبرت كده فقلت اما نجلي شويه اكلهم كده. احنا ان شاء الله باذن الله جايين نرش النهارده لدوت الحشد. طبعا انا رشيت 3 مرات قبل كده وهوريكم الرشه الرابعه، وهننزل جوه الارض دلوقتي اوريكم الدوده عامله ايه في الارض والوقايه بتعمل ايه، وهنتكلم باذن الله مع بعضنا في فيديو حلو يعني النهارده عن الوقايه من دوده الحشد. يعني دلوقتي بخف السرطانات اللي هي بصوا تبين بالعود دي مش خفه، دي سرطان. جرب كده حتى لو هتبص هتلاقيها طالعه في جسم العود نفسه اهو. دي لازم ينشلها يا جماعه عشان هيأثر على العود ده. السرطان ده بيأثر على العود. وطبعا لو في عود حشيش زي كده بتاع بتنجيه من الارض. تعالوا بقى نشوف موضوع قصه دوده الحشد. بصوا يا جماعه، امتى اعرف ان الرش بتاعي المفعول بيجيب مفعول وبقضي على الدوده؟ لما تلاقي القلب الجديد طلع لك زي كده. يعني دوت اهو في القلب القديم، قرب كده يا باشا. دي القلب القديم اهو. بص كانت الدوده واكلاه ازاي؟ دوده قذره. وهقول لكم قذره ليه دلوقتي. شايفين القلب القديم؟ القلب الجديد طلع اهوت، البلعوم طلع اهوت وطالع نظيف. اللهم صل على النبي، الله اكبر. يبقى كده نتيجه الرش بتاعتي كانت حلوه. طب انا رشيت ازاي؟ انا رشيت عندي 3 مرات وهرش دلوقتي واحده وقائي كمان. تمام؟ طبعا اي مبيد حشري لازم يكون معاه منع انسلاخ. لان منع الانسلاخ بيعمل طبقه حوالين الشرنقه او البيوض بتاعت البيضه بتاعت الدوده، بيغلفها نظام غلاف كده يخليها ما تنتشرش. تمام؟ الدوره ديت اترشت مرتين، الاول بمنع انسلاخ ومبيد حشري. الرشه الاولانيه كانت على بعد 8 ايام او 10 ايام، والرشه الثانيه بعدها ب5 ايام او 6 ايام. يعني على حركه 17 18 يوم خلصت الرشه الثانيه. على 26 يوم كانت خلصت الرشه الثالثه، ودي كانت تقريبا قبل وقفه عيد الاضحى الكبير بيوم واحد. تمام يا جماعه؟ النهارده بقى هرش رشه وقائي. تمام؟ دوده الحشد الخريفي اسمها الدوده القذره. ليه؟ لانها بصوا بتسيب الفضلات بتاعتها في القلب نفسه. بص طالعه ازاي اهي، بتلاقي الفضلات نفسها هنا كده. فلازم لما تيجي ترش الرشه لازم تبقى في قلب العود من جوه وتملى علشان تضمن ان المبيد وصل للايه؟ للدوده من جوه يقضي عليها. خلاص تمام يا جماعه؟ طيب الرشه الثالثه بامانه ربنا كانت معايا، عليها مبيد حشري وكان عليها منع انسلاخ، وكنت حاطط عليها توم وشطه. يعني جبت التوم والشطه وضربتهم في الخلاط وخدت العصاره بتاعتهم صفيتهم وحطيت كنت بحط مثلا ربع جزازه اللي هي 2 لتر دي، الربع جزازه كنت بحطها فين؟ على الموتور، على الرشاشه ال 25 لتر او ال 20 لتر، وكنت ببلعم. يعني كنت برش جوه البلعوم نفسه. النهارده ان شاء الله باذن الله هاخدكم دلوقتي معايا واوريكم المبيد اللي انا هرش منه الرشه الرابعه الوقائيه، علشان هتاخد الرشه دي ان شاء الله باذن الله وهتشرب بعد كده وهتفز هتبدا تعلى. فلازم دوده الحشد دوده الحشد العلاج بتاعها او تكافحها امتى؟ في العمر الاولاني للذره. انما بعد 35 يوم ولا 40 يوم الذره دي هتعلى كده. هتبقى ترشها ازاي؟ هتضربها، هتعيز لك طياره تطير بالمبيد ديلها. فالدوده ديت دوده الحشد الخريفي بيتم العلاج بتاعها من عمر 8 ايام 9 ايام 10 ايام لعند 35 40 يوم. بعد كده يبقى صعب موضوع ان انت تكافح الدوده دي وتعالجها. اول مره رشيت من الرش دوت دي اللي طهرت بيه اول مره. تمام؟ ثاني مره طهرت بيه. خلاص طبعا كل مره بيبقى معاه منع انسلاخ، المره الثالثه ديت بروكليم اهو. تمام؟ اهو اسماء الرش عشان تبقى واضحه معاكم. دي رشيت اول مره ودي ثاني مره اهو. المره الثالثه بقى طبعا كل مره بماده فعاله شكل ورش اهو اوروبي فلاكس 5% ولا 15% دي. تمام؟ ومنع الانسلاخ اهو. لازم من منع الانسلاخ يا جماعه.
المهندس هناك قال لي غطاء يا محمد، قلت له ماشي يا هندسه. بص مجرد الغطاء ما بتنزل في الرش بتعمل ازاي؟ يا بركه كل سنه وانت طيب. الله يرضى عليك يا عم حسن. الرش بقى الرشه الرابعه على الدور اهي. يا دوت الحاج هنعمل لها ايه طيب يا عم الحاج؟ كل سنه وانت طيب يا عم حسن، بصور معاك ان شاء الله المره الجايه. وغطايه كمان اهيت ايه؟ منع انسلاخ، خد بقى كمان مع تحضيره يا دوبك يجيب الارض. بصوا يا جماعه طش. بسم الله. يا رب اقطع دودة الحاج ده يا رب، وما تخلي منها الرضا في ارض المزارعين، وريحنا منها يا رب ومن جرفها ومن شروره. الدودة دي شر، اي والله العظيم شر. موتور بقلب اوتوماتيك لوحده، تمام؟ في تقليب، خرطوم تقليب، بس انا هقلب برضو ايه؟ على ايدي زياده احتياط وزياده اطمئنان اكتر. بداية الرش الصح اهو يا جماعة، شايفين؟ مع أذان المغرب. كده انا خلصت رش، خلصت مع اقامه المغرب اهو. كده خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعتنا. استودعكم الله واترككم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.